نروح بقى لقائمة الأهلي لمباراة جورماهيا واللي بتشمل في حراسة المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، وحمزة علاء. في خط الدفاع محمد هاني، أكرم توفيق، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، رامي ربيعة، يحيى عطية الله، وعمر كمال عبد الواحد. في خط الوسط عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي قفشة، إمام عاشور، وكريم ندفد. اما في خط الهجوم فبيتواجد طاهر محمد طاهر، وسام ابو علي، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا متواجد ايضا على مستوى القائمه الافريقيه. تعال نروح للتشكيل المتوقع للاهلي في مواجهه جورماهي. ايه التشكيل اللي كولر هيبدا بيه؟ حسب التسريبات وحسب المواقع نقلت انه كولر هيبدا هذه المباراه بمحمد الشناوي في حراسه المرمى، في خط الدفاع رامي ربيعه ومحمد هاني وياسر ابراهيم، والصفقه الجديده يحيى عطيه الله. صفقه جديده هتبقى موجوده في تشكيل النادي الاهلي. كان في احتمالات ان يوسف ايمن يبدا، طبعا اشرف دايري كان المفروض ان هو هيبدا بشكل اساسي لولا الاصابه اللي حصلت له في مشاركته مع منتخب المغرب في التوقف الدولي، ولكن الاهلي سيبدا هذه المباراه بمحمد الشناوي، رامي ربيعه، وياسر ابراهيم عادي جدا بدون يوسف ايمن وبدون اشرف دايري، ومحمد هاني ويحيى عطيه الله. دي الصفقه الجديده اللي هتكون موجوده في تشكيل النادي الاهلي، وسيخوض المباراه الرسميه الاولى له مع النادي الاهلي. ظهير ايسر مكسب كبير، كان لازم الاهلي ان هو يعوض في الحته دي بعد اصابه طبعا علي معلول وبعد اصابه كريم فؤاد. نروح على خط النص واللي هيتواجد فيه طبعا مروان عطيه كلاعب رقم 6، بالاضافه الى اكرم توفيق، موجود كمان محمد مجدي قفشه وحسين الشحات ورضا سليم. والكلام بقى انه التدريبات كان فيها منافسه قويه جدا ما بين رضا سليم وما بين طاهر محمد طاهر على حجز المركز ده، في ظل طبعا ان انت دلوقتي خلاص رحل احمد عبد القادر، بقى في منافسه شديده جدا على هذا المركز. الناحيه الثانيه يمكن حسين الشحات مأمن نفسه، في الناحيه الثانيه رضا وفي طاهر وفي بيرسي تاو، كل دي لعيبه عندها فرصه ان هي تشارك، ولكن بشرط اثبات الجديه واثبات ان هي وصلت لاعلى مستوى. وفي خط الهجوم طبعا المهاجم الكبير وسام ابو علي، المهاجم اللي هو هداف الدوري المصري في الموسم الماضي. دي كانت قائمه الاهلي لمواجهه جورماهيا واللي اكيد فيها بعض الغيابات. تعال نشوف الغيابات اللي موجوده في قائمه الاهلي. طبعا رقم 1 عمر الساعي، رقم 2 احمد عبدين، يوسف سيد عبد الحفيظ، سمير محمد، مصطفى بالخير. ده الرباعي الشاب، الرباعي الشاب من شباب الاهلي اللي تم قيده في القمه الافريقيه. واللعيبه اللي انا قلتها دي هتشارك بدايه من دور المجموعات لان هم اتأيدوا متاخر، فهيشاركوا في دور المجموعات، لكن دور 32 مش هيبقوا موجودين. تم استبعاد كريم ديبيس، محمد عبد الله، مصطفى مخلوف لاسباب فنيه، وغياب المدافع اشرف دايري زي ما اتكلمنا من شويه بسبب الاصابه اللي حصلت له في تواجده مع منتخب المغرب في التوقف الدولي. تاريخ مواجهات الاهلي ضد الانديه الكينيه، لان الاهلي لم يسبق ان واجه جورماهيا قبل كده، لكن واجه انديه كينيه، واجه 4 انديه كينيه. وكان تاريخ المواجهات ان الاهلي لعب الانديه الكينيه 14 ماتش، الاهلي قدر ان هو يفوز ب9 مباريات، خسر 3 وتعادل مرتين، وسجل 27 هدف واستقبل 10 اهداف. وطبعا النتائج دي ممكن تدي لك افضليه على مستوى الريكورد او على مستوى التاريخ، ولكن كره القدم لا تعترف بالريكورد، لا تعترف بالتاريخ، تعترف ب 90 دقيقه في الملعب. مباراه مش سهله على النادي الاهلي. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، نتمنى انه يحقق نتيجه ايجابيه قبل مباراه العوده الاسبوع الجاي باذن الله، ونتمنى طبعا كل التوفيق لبقيه الانديه المصريه المشاركه في دوري ابطال افريقيا وايضا المشاركه في كاس الكونفدراليه.